السلام عليكم يا أولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى درسنا النهاردة عن إيه؟ أنا عارف يا أبلة، درسنا النهاردة عن عيد الأم. برافو عليك. النهاردة يا أولاد هنتكلم عن الأم. انتوا عارفين إن الأم دي حاجة كبيرة جدا في حياتنا كلنا، وكلنا بنحب أمهاتنا وهم بيتعبوا علشاننا، وعلشان كده إحنا بنيجي في اليوم ده ونكرمهم ونهديهم هدية بسيطة على تعبهم معانا. أكيد الهدية ديت مش هتقدر مجهودهم وتعبهم، بس دي حاجة بسيطة تقديرا مننا ليهم. حد يقول لي يا ولاد ايه هي تضحيات الأم علشاننا؟ الأم بتعمل لنا الأكل، وعلى طول بتخلي هدومنا نظيفة ومغسولة وريحتها جميلة وزي الفل، وكمان بتذاكر معانا دروسنا. وانتي يا سالي يا حبيبتي مش عايزة تقولي حاجة؟ لا شكرا يا أبلة. أحب أقول لكم كمان يا ولاد إن تضحيات الأم كبيرة جدا، من أول ما أنت بتبدأ تتخلق وهي بتبدأ تديك في تضحياتها. الأم بتحمل 9 أشهر في بطنها جنين علشان يخرج للحياة طفل جميل زيكوا كده، وكمان الأم بتعطيك من لبنها وبتسهر كمان. الأم بتهتم بكل تفصيلة من تفصيلات حياتنا، الأكل والشرب واللبس وكمان صحتنا، وبتخلي بالها من صحتنا جدا. لو يوم حد تعب هي بتكون تعبانة أكتر مننا، عشان كده لازم نقدر الأم ونساعدها في البيت. طيب أنا عايزة أسألكوا سؤال، إزاي نقدر نوفي حق الأم علينا؟ أنا هقول يا أبلة إن إحنا نساعدها ونسمع كلامها وما نغلبهاش. طبعا لأنك شقي جدا. إيه كمان يا ولاد؟ أنا بساعد ماما في كل حاجة يا أبلة، وبسمع كلامها كمان، وكمان لما بتقولي أكنس ولا أغسل معاها بعمل كل حاجة. كمان بتغسلي؟ لا ده احنا شاطرين جدا. بصوا يا ولاد، الأم مش محتاجة مننا إن احنا نغسل ونمسح وكل ده، الأم محتاجة إن احنا نقدر تعبها معاها، ما نجيش في يوم نعلي صوتنا أو إن احنا نتذمر ونفضل ندبدب وننفخ زي ما احنا بنعمل أو زي ما احنا بنشوف الأيام دي. علشان كده لازم نسمع الكلام. يلا يا ولاد، حصتنا خلصت النهاردة وبكرة نكمل إن شاء الله. انتي مالك يا سالي زعلانة ليه؟ أنا أبدا مش زعلانة ولا حاجة، أنا بس عايزة أروح. البنت أم شعر منكوشة هي. هو انت شعرك منحكش على طول كده ليه؟ ما عندكيش حد يسرحولك ولا ايه؟ على فكرة بقى كده عيب، وانا هقول للأبلة دلوقتي على اللي انتوا بتقولوه ده. احنا ما قلناش حاجة، احنا بنقول ان شعرها منكوش، ما هي شعرها منكوش بجد. ما تزعليش يا سالي ولا تحطي في دماغك، انا هشتكيكوا للأبلة لان كده ما يصحش. انت جيتي يا سالي يا حبيبتي، انا كنت مستنيكي من ساعتها. مالك يا سالي زعلانه ليه؟ زمايلي يا بابا على طول بيتريقوا على شعري وان هو منكوش. انا عارفه ان هو مش ذنبك وان انت غصب عنك علشان بتروح الشغل مستعجل وما بتلحقش تسرح لي شعري، بس هم على طول بيتريقوا عليا وما يعرفوش الحقيقه اللي انا فيها. ما تزعليش يا سالي يا حبيبتي، اكيد زمايلك مش عارفين ان مامتك توفت ومش عارفين ان ده مش ذنبك، وكمان انا غصب عني بمشي بسرعه علشان خاطر شغلي. ان شاء الله احاول امشي متاخر شويه علشان خاطر اعمل لك شعرك، وما تزعليش يا حبيبتي.